الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا الباب في كتاب الإيمان يتحدث فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن قضية الإيمان هو العمل. هل الإيمان هو العمل أم الإيمان هو التصديق؟ هذا ما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح البخاري، وهو يشير إلى الكلام الوارد بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع في كونهم يقولون أن الإيمان هو التصديق فحسب، وقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التقرير الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة والجماعة دليله من الكتاب والسنة ظاهر. فالإيمان يعني العمل، ومن أراد أن يدخل في الإسلام نأمره أن ينطق بالشهادتين، وبعد نطقه بالشهادة يؤمر بأداء الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة والحج. والإيمان وإن كان معناه هو التصديق بالقلب، إلا أنه لا يقبل ولا يمكن أن يكون له اعتبار إلا إذا صحبه العمل. يرد الإيمان في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم على إنه عمل من الأعمال، وبالفعل للقلب أعمال وللجوارح أعمال. ومن أدلة أن الإيمان يزيد وينقص كقوله سبحانه وتعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإيمان ذكر في أحاديث كثيرة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مثل حديث جبريل عليه السلام حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وهنا أيضا مسألة أخرى وهي من مسائل الاعتقاد في الفرق بين الإسلام والإيمان، وقالوا فيها: إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإيمان يكون المقصود به أعمال القلوب، والإسلام يكون المقصود به أعمال الجوارح والأركان. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أن تنطق بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ودل هذا على أن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما هو المنصوص في كتب المعتقد أو الاعتقاد عن الإسلام والإيمان. وبالجملة إذا كان الإسلام يذكر
بمفرده فيندرج تحته الإيمان. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهنا لا شك أن الإيمان مندرج في الإسلام، وإذا ذكر الإيمان بمفرده يندرج تحته الإسلام من باب أولى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن هنا نؤكد ما أكده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله: باب من قال أن الإيمان هو العمل. بلا شك استدل بقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا دليل أيضا على أن الإنسان لا يستحق دخول الجنة بمجرد التصديق. فإذا قال قائل: أنا أؤمن بأن الله هو الحق، وأنه هو الرب، وأنه هو المستحق للعبادة، ولكن لم يعبد هذا الشخص ربه لا بالصلاة ولا بالزكاة، ولم يبرهن هذا التصديق الذي يدعيه بأي عمل من الأعمال، بهذه الحالة هو ليس بمؤمن، بل ربما يكون ليس بمسلم، لأن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر وردة عياذا بالله في أصح قولي العلماء. إذن وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فلا بد من العمل. وأهل الجنة يقال لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم أجر العاملين. سلام عليكم بما صبرتم. فالملائكة تمدح المؤمنين بأعمالهم التي قاموا بها. والجنة أيضا محاطة ب8 أبواب، هذه الأبواب مسمى بأعمال صالحة، كباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب البر، وباب الصلاة، وهكذا مما يدل على العمل الصالح. ومن ذلك أيضا باب الريان. فلا بد إذن من العمل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ضلت في هذا الباب فئة تسمى المرجئة، هم الذين قالوا أن ذلك يكفي مجرد التصديق ومجرد الاعتقاد بأن الله هو المستحق للعبادة، ولا يلزم بعد ذلك أي عمل يقيمه هذا العبد. وهذا بلا شك ضلال، لأن الشيطان يعلم ويصدق بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، ولكنه لم يقم بأي تعظيم لربه سبحانه وتعالى، وعصى أمره فغوى وأصبح من الملعونين. فمجرد التصديق لا يكفي أبدا، بل إن الإنسان أحيانا قد يأتي بناقض من النواقض فيلغي عليه كل أعماله. ولذلك قال ربنا عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج كيف يعتبر نفسه مسلما؟ فالمسلم هو الذي يعمل ويجتهد، وإذا كان إيمانه فعلا إيمان صادق، يعني منطلق من أعماق القلب، لأدى ذلك إلى أن يخشى ربه فيعمل ويجتهد في الطاعة. من هنا كان لا بد من الإشارة إلى أن أيضا الأعمال لا تؤهل الإنسان لدخول الجنة، وإنما هي تؤهله لرحمة الله عز وجل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
فالمسلم من خلال أعماله الصالحة التي يتقبلها الله عز وجل له تؤهله إلى الرحمة، والرحمة تؤهله إلى دخول الجنة. وإلا فجميع عباد الله عز وجل لا يمكن بأعمالهم يدخلون الجنة. ولا أدل على ذلك العبد إن صح الحديث الذي عبد الله 500 عام ثم قال الله عز وجل فيه أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال لا بل بعملي، فقال زنوا إذا نعمة البصر بعمله 500 عام، فثقلت نعمة البصر على عمله، فقال أدخلوا عبدي النار بعدلي، فقال أي رب بل برحمتك، فأدخله الله عز وجل الجنة برحمته. إذن لا بد من العمل الذي يقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر آية عظيمة وهي قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله، أي أن الكفار يوم القيامة يسألهم الله عز وجل عن لا إله إلا الله، لماذا لم يعملوا بها قولا وعملا واعتقادا وتطبيقا بالأركان. ومن هنا أيضا ذكر أهل العلم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الدنيا وفي الآخرة؟ ففيه خلاف، وفي أصح قولي العلماء أن الكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة، ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه الآيات هي إحدى الأدلة التي توجب على أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، ولكنهم إذا صلوا أو صاموا من غير إيمان ونطق ودخول في الإسلام لا يقبل منهم، وما نفعهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فمن هنا الكافر أيضا مخاطب بفروع الشريعة، نقول له صلي، فإذا جاء ليصلي نقول له قبل أن تصلي حتى تصح منك الصلاة عليك أن تنطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يصح منك. فإن أبى فيقال سيحاسبك الله عز وجل يوم القيامة عن عدم صلاتك وعدم زكاتك، ناهيك أنه سيحاسبك عن عدم إيمانك بالله عز وجل. وكذلك من الأدلة التي استدل بها الإمام البخاري في أهمية العمل قال لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذه الآية الكريمة هي تنص على شخصين كانا صديقين في الدنيا، أحدهما مؤمن والآخر كافر، فرأى المؤمن الكافر في النار فتعوذ بالله وحمد الله أن الله نجاه، وإلا كان سيكون من المحضرين في عذاب الله عز وجل كما كان هذا الصديق أو الرفيق الذي كان معه بسبب كفره وعدم إيمان بالله عز وجل كان في نار جهنم. ثم بعد ذلك ذكر مجموعة من الأعمال ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون، أي هذه النجاة وهذا الفوز العظيم الذي حصل له هذا الرفيق المؤمن الذي نجا من عذاب الله عز وجل. وجملة القول في هذه المسألة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، وبهذا يكتمل إيمان الشخص. وطبعا هذا الإيمان أيضا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يزيد بالطاعة
كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل بذكره وشكره وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وغير رمضان والقيام بالعمرة تلو العمرة والحج تلو الحج، هذا كله دليل على علامات الإيمان وعلى زيادة الإيمان، بحيث يكون الإنسان حياته كلها أعمال صالحة، فيكون بهذا من المؤمنين، ورد في بعض الأحاديث الضعيفة: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وفي قوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. فلا شك أنه لا يمكن الإنسان أن يستيقظ مبكرا لصلاة الفجر فيقف صفا مع المؤمنين إن لم يكن عنده في قلبه إيمان، لأن قيام صلاة الفجر وترك النوم والراحة، خاصة في أوقات التي يكون الفجر فيها مبكرا كالساعة 3:30 أو 4، ويبقى على الدوام 3 ساعات أو 2.5 ساعات، فبالتالي هذا حقيقة مرهق للشخص، فلا يقوم لمثل هذا إلا من كان في قلبه إيمان. وكذلك لا يمكن أن يزكي الإنسان ويخرج من ماله ومن حلاله الذي تعب فيه أن يخرجه خالصا لوجه الله عز وجل إلا إذا كان مؤمنا، خاصة إذا كانت أموال الزكاة ضخمة، كمن ينفق مثلا كمن يخرج زكاة ماله 1 مليار دولار، فهذا مبلغ كبير. وهناك حقيقة من يصل يعني زكاتهم إلى هذا الحد 1 مليار دولار. نعم، فلو لم يكن هذا الشخص مؤمن ويعلم أن الله سيسأله يوم القيامة لما كان مساعد له أن يخرج هذا المال، والمال محبوب إلى قلوب الإنسان كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي ترفع درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك التسابق في ميدان العمل الصالح مشاهدي الأكارم هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبالتالي حينما يستشعر الإنسان رؤية الله عز وجل ومراقبته إياه فإنه سيقدم أفضل ما لديه بلا شك بين يدي الرب سبحانه وتعالى. هذه هي درجة الإحسان، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. وبعد ذلك أخرج الإمام البخاري في هذا الصدد بعد قوله: باب من قال أن الإيمان هو العمل، قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام البخاري أيضا برقم 1519 في كتاب الحج، وأخرجه أيضا مسلم رحمه الله تعالى برقم 83 في كتاب الإيمان، باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الأعمال أفضل. وأخرجه أيضا الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب كتاب مناسك الحج، فضل الحج، برقم 2604
وأخرجه أيضا النسائي في كتاب الجهاد باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل برقم 3130. وكذلك أخرجه النسائي أيضا برقم 4985 في كتاب الإيمان وشرائعه ذكر أفضل الأعمال بلفظ أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. وأخرجه أيضا الإمام الدارمي في مسنده برقم 2438 من حديث أبي هريرة أيضا كتاب الجهاد باب أي الأعمال أفضل. وكذلك أيضا أخرجه الدارمي في مسنده في كتاب الرقائق باب أي الأعمال أفضل برقم 2781. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى برقم 7511 في مسند أبي هريرة. كذلك أيضا أخرجه رحمه الله تعالى برقم 7590 في مسند أبي هريرة، وكرره أيضا برقم 7641، وكرره 7863 و8580 و9038 وأيضا 9700 بألفاظ مختلفة لكنها كلها تدل على ذلك. وأيضا أخرجه برقم 10757 و10878. ولهذا الحديث شواهد عند أهل العلم، من الشواهد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. وأخرجه أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا. وأخرجه الإمام البخاري أيضا، وكذلك أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. الحديث. كذلك أخرج أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله. الحديث. وكذلك أخرج مسلم حديث عبد الله بن مسعود. وكذلك أيضا أخرج الإمام الترمذي حديث ابن مسعود. وكذلك أخرج الترمذي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود. وكذلك أيضا أخرج الإمام النسائي حديث عبد الله ابن مسعود كما أشار إليه برقم 610. وكذلك أخرج الإمام النسائي عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل. وأيضا ذكر حديث أبي ذر الإمام النسائي. وكذلك ذكر الإمام الدارمي حديث عبد الله بن حبشي. وأيضا الإمام الدارمي ذكر رواية أبي ذر. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وأشار إلى دار عبد الله ولم يسمه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. إذن الحديث له شواهد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث عن الرواة. ونحن درجنا مشاهدي الأكارم أن نذكر رواة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أولا إحياء ذكر السند، ذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالسند، وإحياء ذكر رجال الإمام البخاري بما فيهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى حتى نترحم عليهم ونترضى عنهم وندعو الله لهم بما نقلوا إلينا هذا العلم. وهذا فيه رد أيضا
على من يطعن في صحيح البخاري أو على من يطعن في صحيح مسلم أو في من شرحهما كالإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وكذلك الإمام النووي. ففي هذا رد على هؤلاء الناس الأقزام الذين لا يسوون شيئا أمام هؤلاء الأئمة العظام، فيه رد عليهم ورمي بأقوالهم عرض الحائط وتقدير وتعظيم لهؤلاء الأئمة الذين نقلوا أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي اليربوعي والد أبي حسين عبد الله بن أحمد بن يونس، يقال مولى الفضيل ابن عياض، النسب التميمي اليربوعي، وقيل مولاهم الكوفي، والشهرة مشتهر بقول أحمد بن يونس. توفي رحمه الله تعالى سنة 227 وقيل سنة 229. حكم عليه ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ثقة حافظ. أبو سلمة التبوذكي هو موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي البصري الحافظ مشهور بكنيته وباسمه. النسب التبوذكي المنقري البصري، الشهرة أبو سلمة التبوذكي. الوفاة توفي رحمه الله تعالى سنة 223 وقيل 226. حكم عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب التهذيب قال: ثقة ثبت، ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه. أما إبراهيم بن سعد الزهري وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، والد يعقوب بن إبراهيم وسعد بن إبراهيم على رحمة الله عليهم جميعا. النسب القرشي الزهري المدني البغدادي. الشهرة لا يوجد له شهرة. توفي رحمه الله تعالى قيل سنة 182 وقيل سنة 185 وقيل غير ذلك. حكم عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب قال: ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. يا سلام، ألا رحمة الله على الإمام ابن حجر الذي ينصف وينصف، يعني يصف وينصف الرواه بالحق والحجة والبرهان. الزهري، الإمام الزهري رحمه الله تعالى هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري أبو بكر المدني الحجازي. أمه عائشة بنت عبد الله الأكبر ابن شهاب. النسب الزهري القرشي المدني. الشهرة الإمام الزهري. إذا قيل الإمام الزهري هو معروف. توفي رحمه الله تعالى سنة 125 وقيل سنة 120 وقيل سنة 124. حكم عليه ابن حجر رحمه الله تعالى قال في تقريب التهذيب: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته. الله أكبر، الله أكبر، ألا رحمة الله على الإمام الزهري. المفروض حقيقة أن نأتي بسيرة الإمام الزهري كاملة ونرى هذا الإمام الذي هو مدرسة من مدارس أبناء الإسلام وإمام من أئمته، حتى نتعلم وندرس من فقهه رحمه الله تعالى. قال سعيد بن المسيب، الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أبو محمد المدني سيد التابعين، وأمه أم سعيد بنت حكيم ابن أمية. النسب القرشي المخزومي المدني. الشهرة لا يوجد. الوفاة يقال سنة 90 وقيل 93 وقيل 94 وقيل 105 رحمه الله. حكم عليه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وقال ابن المدني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. الله الله،
ألا رحمة الله على سعيد بن المسيب رحمة واسعة وعلى جميع الأئمة. ثم قال أبو هريرة الدوسي، أبو هريرة هو الصحابي الجليل المبارك المعروف، قال أبو هريرة الدوسي اليماني، قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الرحمن بن غنم، وقيل عبد الله بن عائذ، وقيل عبد الله بن عامر، وقيل عبد الله بن عمرو، وقيل سكين أو سكين بن وذمة، وقيل سكين بن هانئ، وقيل سكين بن مل، وقيل سكين بن صخر، وقيل عامر بن عبد شمس، وقيل عامر بن عميرة، وقيل بربرة أو بربر بن عشرقة، وقيل عبد نهم، وقيل عبد شمس، وقيل غنم، وقيل عبيد بن غنم، وقيل عمرو بن غنم، وقيل عمرو بن عامر، وقيل سعيد بن الحارث، وقيل عمير بن عامر بن ذي شري ابن طريف بن عيان ابن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس ابن عدنان بن عبد الله بن زهران ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله ابن مالك ابن نصر ابن الأزد. ويقال كان اسمه الجاهلية عبد شمس، وكنيته أبو الأسود. النسب الدوسي اليماني المدني، الشهرة أبو هريرة. عجيب أبو هريرة حقيقة عنده هذه يعني سبحان الله هذا الخلاف في اسمه. لماذا؟ لأنه اشتهر بكنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الحافظ المتقن الناقل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه حافظة الصحابة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في تقريب التهذيب، قال حافظ الصحابة. الله على هذا اللقب رضي الله تعالى عن أبي هريرة. ولذلك طعن فيه من طعن من المستشرقين ومن المجرمين ومن بعد من قل إيمانه وقل علمه، وتجرأ على الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جما غفيرا من الأحاديث، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجمعنا به وبنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم رجال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذين الحقيقة نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا أن يجمعنا بهم. الحديث نعيده ونعيد قراءته مرة أخرى، ولعلنا نشرحه إن شاء الله في الأسابيع القادمة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذه 3 أعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة سنشرح ما معنى قوله إيمان بالله ورسوله، وسنتحدث أيضا عن الجهاد ما المقصود به، وكذلك عن معنى حج مبرور، وكذلك سنتحدث إن شاء الله لماذا جاءت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسئلة حينما يسأل، تارة يسأل عن تارة يجيب فيقول بر الوالدين، وتارة يقول ويذكر عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. فيعني مجموع ما ذكر في هذا الحقيقة يعني في أحاديث كثيرة اختلفت، فمرة يقول إيمان بالله، مرة يقول الإيمان بالله والجهاد في سبيله، ومرة يقول الصلاة على وقتها، ومرة يقول أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم لم تعرف، مرة من يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلماذا جاءت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة؟ هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله تبارك وتعالى مشاهدي الأكارم أن يجمعنا بنبينا الكريم ونحن مؤمنين غير مبدلين على الحوض نسقى من يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ندخل معا إلى الجنة في جوار ربنا تبارك وتعالى وجوار رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومولد أباج الأكوان طلعته، ونوره أخرج الدنيا من الظلم، وارتج إيوان كسرى حين مولده، وعثرة في عروق